اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخباركم يا حبايبي؟ معاكم منار، يا رب تكونوا بخير. النهارده عملنا الجبنه القريش الجميله القمر ديت بكميه كبيره ما شاء الله، عملناها في البيت عشان نعملها في بلاصي الجبنه. هنعملها قديمه وان شاء الله خطوه بخطوه هتشوفوا كل الخطوات. يا رب اكون بفيدكم فيديوهاتي، يا رب تكون فيديوهاتي بتعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس كده عشان يوصل لكم كل جديد من منار. ويلا بينا نشوف الفيديو ده هيتعمل ازاي. اللهم صل وسلم. شوفوا يا حبايبي، اول حاجه كده معانا ازايز اللبن دي زي ما قدامكم عشان هنعمل جبنه مع بعضنا. ومعانا المصفى، هنبدا نصفي الحليب. حليب جاموس طبعا عشان هنعمل جبنه قريش مع بعضنا. طبعا انا جايبه الكميه ديت عشان طبعا ان انا اعمل جبنه قريش. احنا كده طبعا بعد ما صفينا الحليب، ده حليب جاموس يا حبايبي. طبعا انا ما جبتش الكميه مره، لا، انا كل اسبوع كنت بجيب ازازه، او كل اسبوع كنت بجيب ازازه بحطها في الفريزر حليب. لكن لو انا جبت الكميه دي كلها مره طبعا هتكون مبلغ وقدره، فانا بحط في الفريزر، اجيب ازازه كل اسبوع كل اسبوعين واحطها في الفريزر لحد ما جمعت الكميه ديت على 3 شهور. تمام. معانا بقى علبتين زبادي. علبتين زبادي طبعا دي هتعتبر خميره الخميره بتاعت الجبنه بتاعت اللبن الرايب. انا والله ما كنت عايزه احط زبادي بس مش عارفه، انا قلت بقى احط كده واشوف. انا عامله الجبنه قبل كده كذا مره، جبنه القريش على قناه المطبخ المصري البسيط، وعملتها برده على قناه جديده بس لسه ما نزلتهاش طبعا. وهبدا بقى اجيب الكنكه ديت وهاخد شويه حليب كده من دولت احطهم على الزبادي علشان ادوب الزبادي في الحليب. هبدا ان انا ادوب كده الزبادي في الحليب لحد ما يكونش فيه كتل خالص، يبقى ناعم خالص. وهبدا ان انا اضيف نص الكميه هنا والنص التاني هنا. وهجيب بقى الطواجن او بنسميها البرام او الشاليه، هنحط الحليب ده فيها. قبل ما اجيب الطواجن طبعا هقلب الزبادي كده، شويه الزبادي اللي انا حطيتهم عشان يروح كله يروح يندمج مع الحليب. بس كده احنا كده بقى معانا الطواجن ناشفه ما فيهاش اي ميه. تمام. وهنبدا بقى كده نجيب طبق بس كده، هناخد من الاولى ديت كده، هنبدا نحط في الطواجن. بسم الله. هنحط الحليب بقى في الطواجن دي، لان الطواجن دي بعد ما تختم، بعد ما تبقى لبن رايب، هندخلها الفرن. طبعا مش هينفع ان انا ادخلها بالحله الالمونيا او بالاولى البلاستيك. بسم الله بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. صلوا على رسولنا الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. كده خلاص يا حبايبي، احنا حطينا الحليب في الطواجن اللي عندنا زي ما قدامكم كده. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. عمل معانا كميه كبيره ما شاء الله. ده الطاجن الصغنن ده هيكون طبعا هيكون لبنات لان بيحبوا الزبادي، بس بعد ما اشيل من عليه القشطه عشان هم ما لهمش في القشطه اصلا. وان شاء الله هوريه لكم ان شاء الله كده وهوري لكم قوامه. احنا كده هنغطوهم بقطعه قماشه، لو حابين تغطوهم كل طاجن بقطعه لوحده وتربطوها بحيث ان هي قطعه القماشه ما تنزلش تحت على الحليب وتشيل الحليب، لا. حبيت هغطيها بستريتش، انا هغطيهم بستريتش وبعد كده انا هغطيهم بالقماشه واحنا مع بعضنا واحده بواحده. دول الطواجن ديت الحليب ديت هنعمل بيها جبنه قريش. كميه جبنه قريش انا قررت بدل ما اشتريها من بره، لا، انا هشتري كل اسبوع او كل اسبوعين ازازه لبن من الكبيره بتاعت الكاكولا الكبيره، واجمع شويه ازاز حليب عندي واعمل الجبنه القريش اللي انا هخزنها في البلاصه. تمام. احنا اول جزء هيكون ازاي تعملي كميه جبنه قريش عشان تخزنها، ده هيكون اول فيديو. تمام. تاني فيديو احنا بقى هنحضر معانا بلاصي جديد وهعرفك ازاي انت تغلفيه من جوه بحاجات كده عشان تلاقي طعم الجبنه القديمه تبعك طعمها جميل كده. هيكون جزء تاني، هيكون الجبنه القديمه طعمها قديم وطعمها احلى من اللي بره بكتير. هيكون جزء تاني ان شاء الله من فيديو تاني ان شاء الله. وبعد كده هيكون في جزء ثالث للقشطه، ازاي هنسيح القشطه وازاي هنطلع القشطه من اللبن اللي فيها. ده هيكون برده جزء ثالث، هنعملها على 3 اجزاء عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. انا كده هغطي الطواجن دي يا حبايبي بستريتش وبعد كده بقطعه قماشه بحيث ان انا مش هحركهم من مكانهم لمده يومين، لان احنا لسه الجو برد شويه. انا حطيت العلبتين الزبادي علشان خاطر تعمل معايا بسرعه لبن رايب، تعملوا كتل بسرعه، فاهميني؟ لان الجو برد جدا، لسه برد. تمام. فان شاء الله معانا واحده بواحده وكل اسرار الجبنه القريش هنقولها مع بعضنا ان شاء الله يا حبايبي. هرجع لكم بقى بعد ما اغطيهم بستريتش وقماشه. كده غطيناهم بقى كده بالاسترتش زي ما انتم شايفين
كل طاجن لوحده بالاسترتش. هنبدا بقى نغطيهم جبت فوطين، هنغطيهم بفوطه بحيث ان هي يكون ما يدخل لهمش هوا خالص او برد، والفوط تدوهم دفى. احنا كده غطيناهم وهنسيبهم بقى يومين كده حبايبي. تمام. وبعد اليومين هنرجع بقى نقول لكم هنسيبهم او يوم ونص. ساعة ما الاقي الحليب خلاص بقى كتلة واحدة، هقول لكم بقى في اليوم ونص ده. بعد يوم ونص هنعمل فيه ايه قبل ما ندخله الفرن، عشان طبعا احنا عايزين القشطة تبقى كلها فوق الوش، لان انا عايزة كمية قشطة، انا عايزة قشطة عشان اعمل سمنة بلدي. تمام. هنرجع لكم بقى ان شاء الله بعد يومين او يوم ونص ان شاء الله. شوف حبايبي بقى كده، احنا رجعنا بعد يومين. هناخد بقى الطواجن ديت هنرصها في التلاجة يوم كامل، يوم كامل يا حبايبي، علشان خاطر القشطه كلها اللي في الحليب تمطر على الوش، تطلع كلها على الوش، عشان تاخدي كميه قشطه من على الحليب كتير، من على اللبن كتير. هو دلوقتي بقى لبن، ما بقاش حليب، لبن يعني عامل زي الزبادي. فحركه انك تحطها في التلاجة يوم، ممكن تحطها يوم بليله وتاني يوم تعمليه، وهيطلع لك كميه قشطه كتيره قوي. فانا بقى هاخدهم احطهم في التلاجة، وهنرجع بقى احنا ده انا رجعت لكم بعد يومين، هنرجع بقى بعد اليوم الثالث ان شاء الله. انا كده بقى هطلع الطواجن بتاعت اللبن كده، قعدت يوم في التلاجة. هبدا كده اشيل اول طاجن. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا في الوقت ده بقى وانا بطلع الطواجن من الثلاجه شغلت الفرن حوالي هشغله ربع ساعه. شايفين القشطه؟ بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله، ما شاء الله. طبعا انا معايره البوله ديت، انا معايرها على الميزان عشان اعرف انا اخدت كميه قشطه قد ايه. شايفين؟ الله اكبر بجد، يعني ما شاء الله ما شاء الله. هبدا ان انا اشيلها كده. ده بس من على طاجن بس حبايبي. لما تعملوا اللي انا عملته ده، تشتروا كل ازازه وتركنوها في الفريزر، وتيجوا بقى تعملوا جبنه وتاخدوا قشطه. شوفي بقى، احسبي حسابك وشوفي انت بتشتري القشطه من بره بكام وانت بتشتري الجبنه بكام، وهتلاقيكي ما شاء الله ما شاء الله طلعتي من ازاز اللبن كل اللي انت عايزاه. شلت اول وش كده، بسم الله ما شاء الله. الطاجن اللي هشيل القشطه من عليه هدخله في الفرن. احنا كده شغلناه ربع ساعه، وهنسيبه 10 دقائق، وهنسيب الطاجن ده 10 دقائق برده في النار، وبعد كده هنطفي الفرن ونسيبه بقى لحد الفرن ما يبرد خالص، وبعد كده هنبدا نعمل الجبنه بتاعتنا. هنيجي بقى للطاجن التاني. شايفين القشطه؟ فكره التلاجة ديت بتجيب لك كل القشطه اللي في الحليب، اللي في اللبن حاليا، هو بقى لبن دلوقتي ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله، ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الفرن رصيتها فوق وتحت زي ما قدامكم. هسيبها ربع ساعه وبعد كده هطفي عليها واسيبها بقى لما الفرن يبرد خالص. حبايبي بعد كده هنعملها طاجن كبير. بسم الله ما شاء الله. هاخد بس شويه كده من الطاجن التاني. انا عايزه شايفين منظر اللبن؟ ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله، كتل وجميل. شايفين الطاجن ده؟ ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. انا هبدا ان انا اعدله كده، هظبط الجبنه في اللبن في الحصيره بحيث ان القطع تكون زي بعضها. طبعا انا عملت اول حصيره هوريها لكم، هي كده اول حصيره، حطيت عليها ملح وهي ناشفه بسم الله ما شاء الله، صفيت ميتها خالص ما شاء الله، حطيت عليها ملح. وبعد كده هنعمل الحصيره الثانيه. انا هضم الحصيره كده على بعضها. طبعا انا حاولت ان انا اجيب من الجيران حصيره ثانيه، مش عارفه، قالوا حاطين فيها جبنه وادونا حصيره كده مش عجبتنيش بصراحه. فانا قلت لا، هعمل على الحصيره تبعي، اعملها على 3 مرات، ده احسن وافضل كده. الشرش تبعها هو نزل اصلا، بينزل من الحصيره اصلا، فضروري تحت الحصيره اللي انت هتعملي فيها الجبنه تحط صينيه كبيره، عشان الشرش اللي هينزل من اللبن اللي هتعملي جبنه، الشرش ده ينزل في الصينيه، ما يبوظش عليك الدنيا او يبهدل لك الدنيا. تمام. شوفوا حبايبي، بسم الله ما شاء الله. دي الحصيره الثانيه. هبدا بقى كده احط عليها شويه ملح، وهجيب بقى السكينه او الكازلك واقطعها. هبدأ كده اقطعها. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله، طريقة وجميلة. هبدأ بان انا اشيلها قطعة قطعة بالراحة بشويش، طبعا عشان دي طريقة شوية عن الاولانية، عشان انا عايزة بس اعمل الطاجن التاني. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله. شايفين قطعة الجبنة؟ جميلة ما شاء الله، كريمي وجميلة ما شاء الله.
شايفين بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. هعمل بقى بقيه الطواجن التانية بنفس الحركه برضو هصورها. احنا كده خلاص عشان بس مطولش عليكم. شايفين جمال الجبنه. خلص بقى بقيه الجبنه وهرجع لكم بقى في الاخر. شايفين يا حبايبي بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا الحصيره ديت انا عملتها على 3 مرات. تمام، دي اخر مره بقى، دي الثالثه. تمام، شايفين منظر الجبنه، شايفين جمالها. طبعا انا حاولت ان انا قفلتها على الحصيره كلها بحيث ان انا خدت 2 طاجن كبار. بصراحه الخلطه هتكون سميكه شويه بس مش مشكله، هنحاول نقطعها قطع صغيره عشان تستحمل المش والبلاصي لما احطها في البلاص ان شاء الله. شايفين الجمال بسم الله ما شاء الله. اول حاجه كده هقطع بقى كده بسم الله. شايفين الجمال ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. احاول اخد بعد قبل العلامه. هبدا بقى اشيل قطعه الجبنه. شايفين الجمال ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. شايفين قطعه الجبنه، هبدا احطها على الصينيه. شايفين انا عملت كميه الجبنه دي ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. انا كده طبعا بقى هرش عليها شويه ملح. انا برش ملح كتير علشان انا هنشفها عشان احطها في البلاص بتاع المش. هتكون جبنه قديمه عشان انا عايزاها تجيب الميه كلها اللي جواها. شايفين منظر الجبنه بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. كميه جميله. دلوقتي يطلعوا 4 كيلو جبنه ما شاء الله، وحوالي وطلعنا 3 حوالي 3 كيلو قشطه. حوالي 3 كيلو قشطه، مش حوالي، لا وزناها على الميزان 3 كيلو قشطه. وطبعا لسه هتطلع المخيط، نستفيد بحاجات كتيره وهنعمل سمنه كله مع بعضنا اهو. وكده يا حبايبي منظر الجبنه شايفين جمالها ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. جميله جدا. حابه ترفعي اللبن في الحصيره وما تحطيش لبن كتير عشان تبقى الخلطه رفيعه مثلا زي دي كده، ماشي مفيش مشكله. هنرجع لكم بقى ان شاء الله واحنا بنعملها في البلاصه مع بعضنا في المش ان شاء الله. بعد يومين بقى ان شاء الله تكون نشفت بقى كده وجابت الميه اللي فيها، نرجع مع بعضنا. اوريكم 3 كيلو قشطه حبايبي، والله 3 كيلو قشطه. ادي 2 كيلو، 2 كيلو، وادي كيلو سكر. تمام، هم 3 كيلو. شايفين 3 كيلو تطبيل بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. هيعملوا لنا كميه سمنه جميله قوي. وعندي كمان حوالي كيلو قديم ان شاء الله هطلعه عليه ونطلعهم على بعض ونضربهم بالمضرب وهنعملهم مع بعضنا ان شاء الله في فيديو تاني ان شاء الله بامر ربنا. كده يا حبايبي خلصنا كده الجبنه القريش الكميه الكبيره ديت بسم الله ما شاء الله. انا بقى ان شاء الله هيكون في جزء تاني القشطه عايزين نعملها زبده، وفي جزء تاني البلاصي في الجبنه عايزين نعملها قديمه، وان شاء الله مع بعضنا يا حبايبي. يا رب اكون بفيدكم فيديوهات، يا رب تكون فيديوهاتي بتعجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من ام منار. كده يا حبايبي